بجد يا جماعه دماغنا كانت فين قبل ما نجرب المكان ده؟ فانتوا ما تعرفوش احنا تعبنا قد ايه ولا شفنا ايه انا وخالد لتجربه الاندونيسي. فركز معايا في الفيديو وما تنساش تعمل فولو علشان نعرف ثقافه الاكل الاندونيسي اللي بقت موجوده في مصر. الفيديو ده لو جاب 20,000 لايك هننزل نعمل سلسله فيديوهات لجميع ثقافه البلاد اللي فاتحه مطاعم عندنا في مصر. مبدئيا كده احنا دخلنا حي كامل موجود في مدينه نصر. الحي ده عباره عن اندونيسيين وباكستانيين واوزبكستان وصينيين ويابانيين وليله كبيره ساعات. ولكن خلينا النهارده نفوكس على الاكل الاندونيسي وهنجرب النهارده لاول مره الاكل الاندونيسي في مطعم سرابيا روستو. دخلنا المطعم هو موجود في عماره يعني يعتبر في الدور الارضي. طبعا قالوا لنا لازم نقلع اي شوز احنا لابسينها، نقدر نقول كلام يحترم. ده بقى شكل المطعم، دي يعتبر الجلسات اللي انت المفروض بتقعد تاكل فيها، ودوت البانر اللي فيه اسم المطعم زائد السوشيال ميديا كلها. لو حد عايز يعني يروح يجرب التجربه اللي احنا جربناها. برضو لقينا الصوره دي مكتوب عليها ممنوع منعا باتا انك تعلي صوتك في المكان. برضو نقدر نقول لحد دلوقتي الثقافه لا فعلا محترمه، اللي هو مثلا لا انت المفروض في مطعم فلا ما تعليش صوتك عشان خاطر اللي جنبك هو بياكل. نخش بقى لاكتر حاجه متحمسين وهي المطبخ الاندونيسي. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت هو هناك عادي عندهم، ولكن انا برضو خدت الشباب بعد الفيديو واتكلمت معاهم انا وخالد في قصه النظافه وان لا ده ما ينفعش. بصراحه الناس كانت جميله معانا وضحك وهزار. نيجي بقى للاكل. صمنوا صارف ومكلف جايب لنا جلافز اسود لان احنا طبعا زي ما انتم شايفين قاعدين على الارض، يعني قاعده تقليديه جدا اكنك ماشي في شوارع اندونيسيا وبتاكل عادي جدا. الاطباق عادي جدا زي بتاعه البيت وكمان المعالق اللي هي الحديد. بس ان شاء الله تكون تجربه ممتعه يعني. والله يا اخويا خالد انا عايز اقول لك على حاجه، انا اول مره اكل حرفيا الاكل ده، ولكن عامة أنا بحب التجربة، والنهارده هنخوض أحلى تجربة مع أخويا خالد، فيلا بينا نلبس الجوانتي. يلعب. صراحة الأكل يعني هو توابل مختلفة إحنا نفسنا حتى ما دقناهاش قبل كده. بالنسبة بقى لطعم الأكل الحقيقي، هو الأكل طعمه مش مألوف عندك هنا في مصر، ولكن لا الأكل بصراحة جميل يا جماعة. هو بس الناس اللي بتتعب من الشطة أنصحك إن أنت ما تروحش المكان ده. بالنسبة بقى للناس اللي بتحب السبايسي فلا روح المكان ده وبسرعة كمان. طبعا بعد تيست متبادل ما بيني وبين خالد لقيت بقى الشاب الجميل دوت بيقدم لي 2 عصير اسمه براموس سميات، وده يعتبر مشروب فريش الطاقة عندهم. اتفضل دي الشاي شاي خضر مع الحليب، دي ايس، دي اسمه اكسترا جوس. لو انت بتشرب دي انت زي هيركوليس بقى، برافو جدا. بس انا عايز اقول لك بقى ان كان طعمه عامل زي الاناناس الطبيعي على سنه نعناع مع سنه لبن وسنه فانيليا، لان انا بصراحه حبيت المشروب ده جدا، وده يعتبر اكتر حاجه عجبتني هناك. بعد ما خلصنا في مطعم سرابيا ريستو. طبعا ده شكل الرجاله بقى بعد ما كانت الاكل السبايسي. بص الراوي يا لهوي يا راجل. طلعنا على سوبر ماركت هو موجود في نفس الشارع برضه، بس السوبر ماركت ده بيبيع الاكل الاندونيسي والصيني ويعني وليله كبيره. دي يعتبر المنتجات كلها اللي كانت في السوبر ماركت، من سناكس لعصاير لاكل لحاجات متغلفه وحاجات متجمده. وعرفنا منهم برضه ان هم بيعملوا البوبا اللي هي اصلا بقت منتشره جدا في مصر، ولكن الغريبه بقى ان هو قال لي هدواك بوبا بالقلقاس، فاللي هو قلقاس مع جيلاتين مش عارف، حاسسها مش راكبه. يخلص المشروب ويلا نقيم. بصراحه المشروب عالمي. فبكده خلصنا الفيديو، كان معاكم حسام مانو وخالد عطا، ولو عايزين نكمل في الفيديوهات اكتبوا لنا في الكومنتات. وشكوكو عبد الشكور، يعني سلام بالاندونيسي.